رياض محرز تغلب على كل شيء لتحقيق أمنية الوالد. يمكن أن نلخص مسيرة جناح مانشستر سيتي في شكل قصة بعنوان الإصرار وعدم اليأس هما سبيل الوصول إلى القمة. بدأ كل شيء في حي سارسيل بفرنسا، حيث ولد محرز لأب جزائري وأم من أصول جزائرية مغربية، وانطلقت مسيرته الكروية في عمر 13 مع نادي سارسيل، نادي الحي الذي نشأ به. الجميع هناك كان يلاحظ موهبة الفتى الصغير، لكن أحدا لم يراهن عليه بسبب بنيته الجسدية النحيفة، والتي كادت أن تتسبب في إبعاده عن ممارسة اللعب في صغره، آملا في تحقيق حلم والده بأن يراه لاعب كرة قدم في المستويات العليا للعبة. المثير أن نحافة محرز لم تكن هي التحدي الوحيد الذي واجه اللاعب، بل كذلك ظروف أسرته المحدودة من الناحية المادية، فضلا عن أنه لم يتدرب على الكرة في مراكز التكوين المعروفة. لكن تبقى الصدمة الأكبر تلك التي تلقاها اللاعب وهو لم يتجاوز عامه 15 عندما توفي والده بأزمة قلبية عام 2006، تاركا نجله يطارد أحلامهما وحيدا بعد 15 عاما قضاها في مؤازرته لاستكمال الطريق رغم الصعوبات. ضربة قوية واجهها محرز بثبات، أملا في ألا يخذل أحلام الأب الراحل، فمضى على ذات الدرب وعمل بجد. ويقول محرز: والدي كان دائما معي وساعدني كثيرا. تعرضت للصدمة بعد وفاته، أحسست أن كل شيء أصبح جادا والحياة قصيرة، لذلك كان واجبا أن أبدأ العمل لتحقيق حلمي. وبالفعل حول محرز تلك الصدمة إلى دفعة قوية لتحقيق النجاح.